السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بباشمهندسين ودكاترة تالتة إعدادي. النهاردة بأمر الله هنحل تمارين كتاب المعاصر على الاختبار التراكمي رقم 3. بيقول لك حتى الدرس الثالث الوحدة الأولى الجبر يعني. تمام. عندنا احنا حلينا أول نموذجين ونزلناهم، وده النموذج الثالث. يلا مش هطول عليك، وكالعادة ما تتفرجش على الفيديو، انت حل الامتحان لوحدك. تبقى مثلا انا معيش الكتاب، لو معكش الكتاب وقف الفيديو حل المسألة لوحدك، بعد كده شوف حلك صح ولا غلط علشان تقدر تستفاد. غير كده حضرتك ما بتستفادش اي حاجة. مش هطول عليك، يلا يا باشمهندس يلا نبتدي. بيقول لحضرتك اذا كانت السين بتساوي صاد زائد الواحد، حلو، وسين ناقص الصاد الكل تربيع زائد الصاد بيساوي 3. الكلام ده جميل جدا. هتعمل يا مستر؟ يا مستر هو عايز الصاد، حلو، هتعمل ايه؟ مش السين بتساوي صاد زائد واحد؟ واحد يقول لي شيل السين دي وحط صاد زائد واحد، والله الله ينور عليك. فاحنا نعمل ايه؟ احنا نفتح القوس اللي هو القوس ده، وهشيل السين دي واحط صاد زائد واحد، بس هحطها في قوس كده، قوس صغير، صاد زائد الواحد، واقفل القوس، حلو. وكمل بقى، قول له ناقص، حلو، الصاد، واقفل القوس الكبير، قول لي كل تربيع زائد الصاد الكل ده بيساوي 3. بس كده. انا بكتب بس تعويض، لسه دلوقتي لغايه دلوقتي معملتش اي حاجه صعبه. انت ممكن تحس ان الدنيا بس مكلكعه، لكن مفيش اي حاجه صعبه. تمام. تعال نكمل. هتعمل ايه يا مستر؟ واحد يقول لي وزع ال اللهم صل عليك يا نبي، مش هنا مستر في ناقص وكل تربيع؟ واحد يقول لي ده فرق بين مربعين، اقول لك الله ينور عليك. يعني بص، اعتبر ان صاد زائد الواحد دي هي السين، يعني لو بصيت هنا هتلاقي ايه؟ فرق بين مربعين، الاول تربيع الاخير تربيع، اول في تاني في اتنين. انا شلت السين وحطيت صاد زائد واحد، واعملها نفس المعامله، اعملها معامله السين. طب تعالى اوريك هتتعمل ازاي. انت قلت لي ايه؟ قلت لي الاول تربيع، فانت شد القوس كده وقول لي صاد زائد الواحد، واقفل القوس قول لي تربيع. هتقول لي الاخير تربيع، يبقى موجب صاد تربيع، اول في تاني في اتنين، حلو. الاشاره ايه؟ الاشاره سالب. حط لي الاتنين اول في تاني، يبقى اتنين في صاد، في مين بقى؟ في صاد زائد الواحد، في صاد زائد الواحد. تمام. نزل لي الموجب صاد الاخيره دي اللي هي ديت، وقول لي ايه يساوي 3. وابتدي فك تاني. طب هتفك تاني ازاي يا مستر؟ مش انت عندك هنا صاد زائد واحد الكل تربيع؟ فكها ازاي؟ الاول تربيع الاخير تربيع، يبقى واحد تربيع، اول في تاني في اتنين، يبقى موجب 2 صاد. بس كده. كمل بقى ايه، رص بقى مسألتك اللي هي ناقص. بص بقى، ناقص 2 في صاد ب2 صاد، وحط السالب يبقى ايه؟ يبقى سالب 2 صاد. هتضربها جوه بقى، فسالب 2 صاد في الصاد هيديني ايه؟ هيديني سالب 2 صاد تربيع، وسالب الاتنين صاد في الموجب واحد يديني ايه؟ سالب الاتنين صاد. حلو الكلام. زائد الصاد تربيع زائد الصاد الكل ده بيساوي 3. يا جماعة تعويض مباشر، ما تخليش بس عشان الدنيا انت شايفها مكلكعها تقولي المسألة صعبة. شوية تركيز، المسألة في منتهى السهولة. طيب هتعمل ايه يا مستر؟ هجمع. طيب واحد يقول لي هنا في واحد صاد تربيع، اقول لك الله ينور عليك. هتقول لي ناقص 2 صاد تربيع يديني سالب 1 صاد تربيع، هقول لك مفيش مشكلة. بتقول لي هنا في موجب صاد تربيع، يبقى ايه؟ روحوا مع بعض. واحد يقول لي مش فاهم، اقول لك ابسطها لك. مش صاد تربيع هي معاملها واحد، زائد الصاد تربيع، يديني كام؟ يديني 2 صاد تربيع. موجب 2 صاد تربيع مع سالب 2 صاد تربيع راحوا مع بعض. تمام، فهمت يا مستر؟ حلو. في كام؟ في 2 صاد، وفي كام؟ في سالب 2 صاد، حلو، راحوا مع بعض. يبقى لك الموجب صاد ديت، حلو. في هنا موجب واحد صح، هيروح الناحية التانية سالب واحد، يبقى 3 ناقص الواحد بيديني 2، يعني الصاد ب2 اللي هي الإجابة جيم. مسألة سهلة جميلة، هي بس مكلكعة حبتين، هي عايزة طالب مركز مش أكتر ولا أقل. طيب تعال نكمل حل. بيقول لحضرتك ايه بقى في السؤال التاني؟ بيقول لك إذا كان س زائد الصاد بيساوي 7، وس تربيع ناقص صاد تربيع بيساوي 14، فإن الصاد ناقص س. كلام عبيط جدا. واحد يقول لي انا هاخد المعادله الاولى واقول له ان س بتساوي 7 ناقص الصاد، اقول لك الله ينور عليك. عملت ايه؟ انا وديت الصاد الناحيه التانية. طيب هتعمل ايه؟ قال لي انت شايف المعادله دي يا مستر؟ قلت له اه. قال لي انا هشيل السين واعوض بقيمتها. هقول لك كلام جميل. فانت تقول لي السين بتساوي 7 ناقص الصاد الكل تربيع ناقص الصاد تربيع، الكلام ده كله بيساوي 14. كله تعويض مباشر يا باشمهندسين. طيب هتعمل ايه بعد كده يا مستر؟
فك بقى. واحد يقول لي ده فرق من مربعين، اقول لك الله ينور عليك. واحد يقول لي هو مش المفروض الصاد الاول بعد كده السبعة؟ اقول لك ما بتفرقش. هتقول لي طيب تمام، الاول تربيع يبقى 49، الاخير تربيع يبقى موجب صاد تربيع. اول في تاني في اتنين، 7 في صاد ب7 صاد، بس خلي بالك ان الاشارة سالب في اتنين، 7 في اتنين ب14 يبقى سالب 14 صاد. ونزل لي الموجب قصدي الناقص صاد تربيع بيساوي 14. واحد يقول لي ايه ده دول راحوا مع بعض، اقول لك كلام جميل. واحد يقول لي يبقى سالب 14 الصاد بيساوي 14 ناقص ال49. من هنا يا باشمهندس هتروح تجيب لي الصاد. تعالى نعملها كده على الآلة الحاسبية. يلا شغل آلتك كده وحل معايا. المسألة بتقول لك ايه؟ بتقول لك 14 ناقص 49. حلو الكلام ده. 14 ناقص 49 هيديني سالب 35. حلو. السالب هيروح مع السالب، يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا 35 بالموجب. انت عملت ايه تاني؟ سالب 14 صاد دي نزلت وديت ال49 لل14، فبقت 14 ناقص 49. 14 ناقص 49 بسالب 35. هشيل السالب مع السالب ال35 هتنزل وال14 هتنزل، يبقى الصاد بكام؟ يبقى الصاد ب35 على 14. بسطها على الآلة. تعالى بقى نجيب السين. السين بتساوي ايه؟ السين بتساوي 7 ناقص الصاد. تعالى نحسب على الآلة كده. احنا قلنا له ايه؟ احنا نقول له 35 على 35 على ال14 هيطلع فيها ال2.5. يطلع فيها ال2.5. بس كده المسألة اتحلت يا شباب. 7 ناقص 2.5 4.5. فانت عايز ايه؟ انت عايز صاد ناقص السين. مش الصاد احنا جبناها ب2.5 ناقص السين لسه جايبينها ب4.5 يطلع معاك بكام؟ 2.5 ناقص 4.5 يطلع معايا بسالب 2. يطلع معايا بسالب 2 اللي هي الإجابة رقم باء. كلام بسيط جدا جدا. هي آخر حتة دي ما بانتش صح؟ كنت مراعي والله، بس برضو ما ظهرتش الكاميرا، ما جابتهاش تاني. انت عندك هنا ايه؟ انت عندك س زائد الصاد بيساوي 7. انت عملت ايه يا مستر؟ انا وديت الصاد الناحية التانية، فبقت الس بتساوي 7 ناقص الصاد. حلو الكلام. رحت شلت السين دي اللي هي الكل تربيع، ورحت حطيت مكانها 7 ناقص الصاد الكل تربيع زي ما حضرتك شايف هنا، ونزلت بقى المعادلة. ده فرق بين مربعين فكيته، طيرت الصاد مع الصاد راحوا مع بعض، وديت ال49 لل14 بعكس الإشارة، طيرت السالب مع السالب عشان ده صغير ناقص كبير. بعد كده قسمت على 14 للطرفين عشان اجيب قيمة الصاد، طلعت معايا الصاد ب2.5. رحت في المعادلة اللي هي س بتساوي 7 ناقص الصاد، شلت الصاد وحطيت 2.5، طلعت معايا الس ب4.5. وانت عايز صاد ناقص س، انت رحت 2.5 من 4.5 هتطلع معايا بسالب 2، وكده المسألة اتحلت. كلام بسيط جدا يعني. تمام. تعالى للمسألة التالتة. بيقول لحضرتك ايه؟ المستقيمان س ناقص 3 بتساوي 0 وصاد بتساوي 4 يتقاطعان في الربع الكام. واحد يقول لي يا مستر حلها ازاي؟ هقول لك احنا حلينا عليها مسائل كتير جدا منزلينها على قناة اليوتيوب في الدرس ده، في درس المعادلتين في مجهولين من الدرجة الأولى في متغيرين. حلينا عليهم شوية مسائل وبياني وجبري ورسمنا، لو ما شفتوش خش شوفوا. حلينا مسألة زي دي بالظبط. قلت لك باشمهندس المعادلة دي جاية جاهزة، المستقيم ده جاي جاهز، المستقيم ده جاي على الرسم. جاي على الرسم ازاي يا مستر؟ يا باشا مش هنا في س سالب، وهنا في س موجب، وهنا في صاد موجب، وهنا في صاد سالب. حطينا ايه؟ الشبكة التربيعية او الصورة الكارتيزية على حسب ما حضرتك بتسميها ايه. طيب هتعمل ايه يا مستر؟ مش الصاد بتساوي 4؟ هتروح شدد لي خط مستقيم كده يقطع 4، يعني هي مش 0 1 2 3 4. خلي المستقيم بيقطع ال4 كده. طيب مش الس ناقص 3 بتساوي 0؟ ودي السالب 3 الناحية التانية، الس بتساوي 3. روح عند الس بتساوي 3 وشد خط كده. ايه ده؟ هي دي الرسمة؟ هي دي الرسمة. بترسم مستقيم بيقطع النقطة اللي هو ايه؟ قالك عليها، قالك الس بتساوي كذا الصاد بتساوي كذا، ترسم مستقيم بيقطع النقطة اللي الس بتساويها او الصاد بتساويها. طب هما بيتقاطعان في الربع كام؟ بيتقاطعان في الربع الاول اهو.
اهو بيتقاطع في الربع الاول. بس يبقى الاجابة الف. مسألة يعني عبيطة جدا، بس ايه بعض الناس بتشوفها صعبة مش عارف ليه، مع انها مفيهاش اي حاجة. تمام يا باشمهندسين، تعالى نكمل ونخش على السؤال الرابع. بيقول لحضرتك ايه في السؤال الرابع بقى؟ بيقول لك س تربيع زائد الميم س زائد التسعة بيساوي صفر، في ح هي سالب تلاتة، فإن الميم. واحد يقول لي يا مستر هي مش الح دي هي مجموعة الحل. شيل السين وحط سالب تلاتة، شيل السين وحط سالب تلاتة. فأنا هقول له سالب تلاتة تربيع بتسعة زائد شيل السين وحط سالب تلاتة، يبقى سالب تلاتة ميم زائد التسعة بيساوي صفر. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. تسعة وتسعة تمنتاشر، واديها الناحية التانية تبقى سالب تمنتاشر، يبقى سالب تلاتة ميم بيساوي سالب تمنتاشر. شيل السالب مع السالب على التلاتة، فيها الواحد على التلاتة فيها الستة، يبقى الميم بتساوي ستة. طيب يبقى الإجابة ب. واحد يقول لي مش ممكن سالب موجب أو سالب ستة، أقول لك ليه. تعال نبص كده، انت شيلت وعوضت وتسعة زائد تسعة تمنتاشر، لا مفيش أي حاجة تدل على إن أنا هاخد موجب أو سالب ستة، لا هي الإجابة موجب ستة بس كده. بتعمل ايه بقى في السؤال اللي بعده؟ السؤال 5. إذا كانت السين بتساوي تلاتة والسين تربيع ناقص الصاد تربيع بتساوي 5، فإن الصاد تساوي. حلو. مش السين بتساوي تلاتة، شيل السين دي وحط تلاتة، فهيبقى تلاتة الكل تربيع ناقص الصاد تربيع بيساوي 5. هو ايه العبط ده يا مستر؟ المسألة سهلة جدا. أقول لك المسألة تحفة. تلاتة تربيع بتسعة. حلو. تسعة ناقص الصاد تربيع. طيب هتعمل ايه يا مستر؟ هحط هنا كام عشان لما اطرح منه تسعة يديني 5. تعالى نجرب. حط سالب اتنين، سالب اتنين تربيع بأربعة، تسعة ناقص أربعة 5. حط اتنين تربيع بأربعة، تسعة ناقص أربعة 5. حط موجب أو سالب اتنين، ما هم نفعوا، ما أنا لسه مجربهم. حط الأربعة تربيع ب16، تسعة ناقص 16 ما نفعتش، يبقى الإجابة موجب أو سالب اتنين بس كده. طيب تعالى نخش على المسألة رقم 6. واحد يشوفها ويقول لي ايه ده انا اول مرة اشوف الكاف ده، بس احنا ما خدناش حاجة زي كده. يا ابني صلي على النبي واقرا المسألة وحاول تفهم. واحد يقول لي اتنين أس كاف ناقص تلاتة بيساوي الواحد، فإن الكاف. يا مستر أنا هحلها بطريقة ذكية أوي. هتعمل إيه؟ قال لي أنا هشيل الكاف وأجرب مرة سالب تلاتة ومرة الصفر ومرة تلاتة ومرة تمانية. هتجرب الاختيارات يعني واحد تاني ناصح ودماغه شغالة شوية يقول لي يا مستر مش الاتنين أس كاف ناقص تلاتة بيساوي واحد؟ هقول لك ومش أي حاجة أس صفر بواحد يبقى كاف بصفر. بص انت فكرت صح بس اخترت اجابة غلط. ليه؟ هي الكاف مش بصفر، هي الكاف ناقص تلاتة كلها على بعضها بصفر. يعني بص هفهمك الفرق بينهم. انا هجرب هنا اتنين كاف ناقص التلاتة، وهجرب هنا اتنين كاف ناقص التلاتة. الاولى انا هختار الكاف بصفر زي ما انت قلت. لو قلنا اتنين، طبعا انت قلت الكاف بصفر ناقص التلاتة، بقت ايه بقى؟ بقت اتنين اس صفر ناقص تلاتة، يعني اتنين اس سالب تلاتة ما بقتش بصفر. ده احنا لما اخترنا ايه؟ الكاف بصفر. لكن الصح ايه بقى؟ الصح ان كل ده بصفر، القص كله بصفر. فانت تروح تقول لي يعني كاف ناقص تلاتة كلها بتساوي صفر، يعني الكاف بتساوي تلاتة. هتجرب تحط هنا تلاتة ناقص تلاتة بصفر، واي حاجة اس صفر بواحد يبقى الاجابة تلاتة. واحد يقول لي يا مستر هو انت تعب دماغك ليه؟ مش احنا اي حاجة لما بنطرحها بنفسها بصفر؟ ما تشيل الكاف دي وتحط الرقم ده برضو اللي هو تلاتة عشان يبقى تلاتة ناقص تلاتة بصفر، وريح دماغك بقى، ولا تقعد تقول لي يساوي ولا اي حاجة. اقول لك الله ينور عليك، انت راجل دماغك شغالة. تعالى بقى نخش على السؤال اللي قادم ده. تمام، ثانية بس عايز اجيب الكتاب كده عشان الورق ما يطيرش. كتاب المعاصر اهو، بس ده الكتاب الكبير يعني، ده عمو. خليه كده ويلا نحل. طيب بيقول لك يا باشمهندس، تمام الله ينور. بيقول لك اوجد في ح مجموعة حل المعادلتين الاتيتين جبريا. حلو الكلام. مش معاك معادلتين؟ حطهم تحت بعض وحل. واحد يقول لي لا خلي بالك يا مستر، دي هنا في س في ص مش هينفع تحت بعض. هقول لك امال هتحلها بايه؟ هتقول لي انا هحلهم بالتعويض. هقول لك طيب هنا في س وهنا في س، شيل الصاد دي حط س عشان تبقى المساله كلها في س. هتقول لي تمام يا مستر. فس زائد ص بتساوي 5. اللهم صل عليك يا نبي. ودي الصاد الناحيه التانية، فالس هتساوي 5 ناقص الصاد. واحد يقول لي يا مستر ركز، احنا عايزين الصاد، يعني هتعمل ايه؟ يعني انا اخلي الصاد هنا واودي س الناحيه التانية، فهيبقى الصاد بتساوي 5 ناقص الس.
الصاد بتساوي ايه؟ 5 ناقص س. روح بقى في المعادلة الكبيرة اللي هي س تربيع زائد الس، شيل الصاد بقى وحط قيمتها اللي هي 5 ناقص س، الكل ده بيساوي 15. تعويض مباشر، حط الس تربيع يا باشمهندس زائد اضرب الس جوه، 5 في س ب5 س، س في س بسالب س تربيع بيساوي 15. يا مستر ده دي راحت مع دي، هقول لك مفيش مشكلة، يبقى الخمسة س بيساوي 15 على الخمسة فيها الواحد على الخمسة فيها التلاتة، يبقى الس بتلاتة. انت عاوز مجموعة الحل، مجموعة الحل دي اللي هي بتبقى عبارة عن تلاتة ولسه العدد التاني معرفوش اللي هو الصوت. طبعا هحطها جوه زوج مرتب، لازم انا احط قوس المجموع عشان عايز مجموعة حل، ولازم انا احط زوج مرتب ولازم انا احط زوج مرتب عشان يبقى عبارة عن س وصوت. تاني عملت ايه يا مستر؟ المعادلة كلها في س، فانا هشيل الصاد دي واخليها س، فمن هنا الصاد بتساوي ايه؟ 5 ناقص س، نودي س الناحية التانية، عوضت شلت الصاد وحطيت 5 ناقص س، ضربت الس جوه، طرحت الس مع الس تربيع، 5 س بيساوي 15 على الطرفين، يبقى س ب3. هتروح تعوض وتجيب لي قيمة الصاد، فانا هحط 3، 5 ناقص 3 يبقى الصاد ب2، يبقى مجموعة الحل 3 و2 والمسألة اتحلت. تعالى لاخر مسألة وبكده نبقى خلصنا النموذج بتاعنا. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك اوجد في ح مجموعة حل المعادلة. المعادلة دي مالها؟ دي س تربيع بيساوي 2 مضروبة في س زائد الستة. واحد يقول لي يا مستر ادي س تربيع بتساوي، اضرب الاتنين جوه يبقى 2 س زائد 2 في 6 ب12. رتب مسألتك يا مستر، يبقى س تربيع ناقص الاتنين س ناقص ال12، الكلام ده كل واحد بيساوي صفر. واحد يقول لي حلل، اقول لك لا، هحلل لو استخدم القانون العام صح، بس هو قال لك ايه بقى؟ قال لك علما بان جذر ال 52 بيساوي 7.2. هو انت لو جيت حللت هيظهر لك جذر؟ يعني انت تقول لي عددين ضربهم 12 مش عارف ترحم ايه؟ مفيش الجذور دي مش هتحصل. هتحصل فين الجذور؟ في القانون العام، وانت بتقول موجب او سالب الجذر، فانت هتروح تستخدم القانون العام على طول، فهتقول له ان الس تساوي، شد خط كسر كده ويلا عوض بقى. الب بكام؟ الب ب2، بس هي سالب الب، بس هنا في سالب فراحوا مع بعض، يبقى موجب او سالب الجذر الب تربيع ناقص 4 في ألف في ج على الاتنين في ألف. خد بقى 2 زائد الجذر على 2 في 1 و2 ناقص الجذر على الواحد بالآلة الحاسبة. يلا انا هطلع قيمتين للسين دلوقتي حالا، وركز يا باشمهندس بالله عليك علشان ايه؟ انا عارف انت هتغلط فيه دلوقتي. تعالى يا باشا نعوض بالآلة اهي. فانا اقول له ايه؟ جذر اهو، 2 هناخد مرة زائد ومرة ناقص، 4 ناقص 4 في 1 ب4، 4 في 12 ب48. حلو، يبقى سالب 48. تاني عملت ايه؟ ادي 4 ناقص، حلو، كل دول في بعض، 4 في 1 ب4، 4 في 12 ب48، وما تنساش السالب، فيبقى 4 ناقص ناقص يبقى 4 ايه زائد. طبعا تحت كده في 2 في 1 طلع معايا ايه؟ 4.6. انت ممكن تاخدها الاقرب علامة عشرية، بس لو بصيت هنا هتلاقيه هو واخد علامة واحدة، خلاص مفيش مشكلة. طب لو هو واخد علامتين هتعمل ايه بقى؟ بص بقى، ما تقوليش 4.60، لا، هتقولي 4.6 وتسكت، وتروح تشوف الرقم اللي قبل الزيرو فوق ال50 ولا تحت، فانت تقولي ده 55 ولا خلاص هتخلي الزيرو واحد. طب لو فرضنا انه طلع تحت ال55 يبقى كنت هختار الصفر زي ما هو، فيبقى ادي 4.6 وهسيبها زي ما هي عشان عايز لاقرب علامة عشرية. تعالى هنا كده، روح فوق بس كده ويقول لي ناقص وحط لي سالب، بس كده، سالب 2.6 برضو، وبكده يبقى المسألة اتحلت. طبعا هنا لو هو عايز علامتين فانت تقول له سالب 2.6 وتسكت. شوف اللي قبل الزيرو كام؟ ده 55 برضو، خلاص يبقى هتاخدها واحد. لو كانت تحت ال55 هتاخدها صفر. دي تركاية بتيجي في اختر، ناس كتيرة جدا بتغلط فيها بعد ما بتحل وترص كل الحل ده. وبكده يا باشمهندسين يبقى حلينا الاختبار التالت وانتهينا من حله. اتمنى اكون قدرت افيد حضرتك. طبعا لو عندك اي مشكله في اي مساله اكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليك. ولو مستني باقي حل الاختبارات كلها 4 و5 و6 ان شاء الله هننزلهم بالترتيب عشان ما فيش حاجه ما تفوتكش. اشترك في القناه عشان لما انزل الفيديو يجيلك اشعار ان الفيديو نزل، فالفيديوهات ما تتراكمش عليه. بس كده، اتمنى اكون قدرت افدت حضرتك. كان معاك الباشمهندس يوسف، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.